السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحابي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى كلامنا موجه لطلبة وطلبات الثانوية العامة، أبنائنا وبناتنا. طبعا احنا الاستمارة خلاص بتاعة الامتحان بدأت، والاستمارة الإلكترونية من يوم 15/1 إن شاء الله. فعشان كده حبيت أعمل لكم الفيديو دوت توضيحي للطلبات المطلوبة للاستمارة والخطوات بتاعتها وبعض النصايح إن شاء الله. اتمنى ان انتوا تمشوا معايا واحده واحده كده، خطوه خطوه، وما تجروش الفيديو لان في كلام مهم. واخر الفيديو ان شاء الله هتلاقوا مجموعه من النصائح هتسهل عليكم ان انتوا تعملوا الاستمارات. اتمنى منكم بقى اللايك والشير، وان انتوا تشيروا كتير قوي لاصحابكم عشان يستفادوا، لان طبعا في كتير جدا مش عارفين ان الاستمارات بدأت وايه الخطوات وبيسألوا. انا معاكم النهارده بقى عشان نقول الخطوات والايه والمطلوب وايه، وخليكم معايا كده ايه واحده واحده. اولا يا حبايبي، في الاستماره الالكترونيه طبعا دي بتكون بتسجلوا على النت في موقع لوزاره التربيه والتعليم، بتسجلوا من خلاله. ودي بدأت من يوم 15 يناير، وهتنتهي في شهر 2 ان شاء الله. فطبعا دي اول خطوة تبدأوا بيها، هو ان انتوا ايه تشوفوا الموقع بتاع وزارة التربية والتعليم وتسجلوا بياناتكم. طبعا لازم نسجل، اول نصيحة طبعا في الاستمارة الالكترونية لازم تسجل صح، وتشوف التاريخ بتاع السنة الدراسية اللي هو 2022-23، ده اول خطوة. تاني حاجة تركز مع اللغة التانية، تشوفها صح ولا غلط. بعد كده برضو بتشوف الشعبة بتاعتك، علم علوم علم رياضة، لازم تتأكد من الشعبة. يبقى دي أول خطوة، إن أنا أسجل في الاستمارة الإلكترونية وأتأكد من كل الخطوات والبنود اللي أنا اتكلمت عنها دي. بعد كده هيبقى مطلوب مننا صور 4x6. الصور ديت لما بتروحوا تتصوروا بتقولوا للمصورات ان هي للاستمارات، عشان طبعا يبقى فاهم. وطبعا الخلفية بتاعتها بتكون خلفية بيضاء. ويا ريت او مطلوب طبعا ان انت تكتب اسمك رباعي بالكمبيوتر. يعني انت برضو بتقول للمصورات انا عايز للاستمارات صور الاستمارات بتاعت الثانوية، ولازم يكون مكتوب عليها اسمك الرباعي بالكمبيوتر. ده تاني طلب. تالت حاجة، لازم نكون دافعين المصاريف يا جماعة، وتأمين التابلت. وكل وصل منهم بتكون بتصوروا صورتين، يعني أي ورقة من دول اللي هي المطلوبة لازم يكون معاها صورتين. حاجة بقى بتدفع في البوسطة، اسمها وصل دخولي الامتحان أو رسوم دخولي الامتحان. ده ب210 بتدفعه في البوسطة، برضو بتعمله بيكون منه صورتين. وانت برضو في البوسطة هناك بتجيب الطابع دوت، اسمه ايه، طابع مشروعات تعليمية. الطابع ده ب10 جنيه، بتجيب منه 2. شهادة الميلاد بتجيبوها من السجل المدني، ولازم تكون شهادة حديثة. برضو بتصورها نسختين. وفي طبعا صورتين بطاقة شخصية للطالب، وصورتين لولي الأمر. وطبعا بنجيب حافظة اللي هي مكبسونة وفايل عشان نجمع فيه الاوراق كلها، ودي طبعا من ضمن الحاجات المطلوبة اصلا. هسيب لكم طبعا كل البيانات في صندوق الوصف. عندنا طبعا اول حاجة اللي هي الاستمارة الالكترونية اللي اتكلمنا عليها في الاول خالص. المفروض ان انتوا بتطبعوها الوان وبتاخدوا منها صورتين او بتصوروها صورتين. طبعا زي ما قلت لكم، يا ريت شير لكل اصحابكم، لان الفيديو ده مهم جدا. وان شاء الله يا رب بالتوفيق والنجاح، وتفرحونا باذن الله وتجيبوا اعلى الدرجات وتخشوا الجامعات اللي نفسكم فيها. فطبعا انا عايزه انبه برضو، عندي كام نصيحه كده انا كأم، يعني نصيحه لاولادنا وبناتنا الطلبه. طبعا في حاجات ما بتبقوش واخدين بالكم منها، فدي يعني ايه بعض النصايح يعني المقدمه من لطلبه الثانويه العامه. البنات الحلوين وانتوا رايحين تتصوروا للثانويه. طبعا بما ان الخلفيه بتبقى بيضه، ما تلبسيش طرحه بيضه او طرحه فاتحه. خليكي لابسه مثلا طرحه تكون ملونه او لون غامق عشان تبان وما يبقاش فيها خيال. دي اول نصيحه للبنات. تاني حاجة، يا ريت ان انت تدخلي البيانات بسرعة كده وتعملي الاستمارة، لان خلاص كده والمدرسين بيوجهوا ان احنا نعمل الاستمارة الالكترونية بدري عشان نتسجل في وزارة التربية والتعليم. النصيحة التانية ان انت اي ورقة بنعملها، هم طبعا طالبين مننا في المدرسة اصل وصورتين، احنا بنزود صورة كمان عشان بتكون لينا بنحتفظ بيها، لان في وقت بنرجع لها تاني.
طبعًا بنجمّع كل الأوراق بتاعتنا ديّة ولازم نروح نسلّمها، طبعًا في مواعيد لتسليم الfile بتاعنا دوّة. يُفضّل إن هو قبل ما الامتحانات تخلص بتاعة سنة أولى وسنة تانية عشان تلاقوا حد في المدرسة يعني يستلم منكم. وطبعًا أي مشكلة أو أي غلطة أو أي حاجة، أي استفسار بتروحوا لشؤون الطلبة وتشوفوا المسؤول عن الأوراق ديّة، ويعني لو حابين تسألوا أي سؤال ممكن إن هو يفيدكم. فطبعًا كده خلاص الوقت أزف، والمفروض إن إحنا نروح نسلِّم الأوراق، فيا ريت تجروا كده بسرعة عشان تخلّصوا، لإن طبعًا كل خطوة من ديّة لازم بتبقى إن أنا يوم. أستخرج شهادة ميلاد ديّة بتبقى طبعًا عايزة يوم، إن أنا أروح البوسطة عشان أدفع المصاريف عايزة يوم. فطبعًا نحاول بقى يعني نشد حيلنا كده ونجري، لإن في وقت آخر ميعاد لتقديم الfile بتاعنا دوّة أول يوم في الترم التاني. كده هيبقى يعني ده آخر ميعاد، فلازم بقى ننجز عشان نخلّص الأوراق بتاعتنا. بالنسبة للشهادة بتاعة الميلاد اللي إحنا هنطلّعها من السجل، لازم أنت اللي تروح تطلّعها أو ولي الأمر، ما ينفعش حد تاني، عشان بس ما حدش يروح يعملها لك وتضيّع وقت على الفاضي. يبقى أنا كده عرّفتك إن أنت لازم تروح أنت أو ولي أمرك. الصور ما تنسوش إن لازم يكون مكتوب عليها الاسم بالكمبيوتر، لإن من غير الاسم بالكمبيوتر اللي مكتوب عليها مش هتنفع، هتضطر إن أنت تتصور تاني، وإحنا كده خلاص ما عندناش وقت. أخيرًا أتمنى لكم كل خير، ويا رب تكون بالتوفيق، وإن شاء الله النجاح لكل الطلبة والطالبات. وأي سؤال تحبوا تسألوني وأنا يكون عندي يعني معلومة عنه مش هاتأخر. وطبعًا أخيرًا زي ما قُلت لكم معلش اتعبوا معانا شوية وشيّروا الفيديو دوّة علشان أصحابكم كلّهم يستفادوا. في طلبة كتير ما تعرفش إن ميعاد الاستمارة أصلًا بدأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.